مستوى لاعبيه وخبرتهم، ولكننا أيضا نمتلك مستوى متميز. وفي أفريقيا نطلق على أنفسنا اسم الأفارقة البرازيليين، لذلك فنحن أيضا لاعبون متميزون، لدينا نقاط قوتنا، وأعتقد أننا مستعدون لتحقيق إنجاز كبير بثقة وبدعم كامل من جميع المغاربة. وأعتقد أننا سنقدم أداء جيدا في هذه البطولة وسنحقق بداية موفقة في المباراة. أشرف حكيمي، نوفل بن يوسف، طبعا القوة المنتخب المغربي بهذا اللاعب وبكل اللاعبين الذين كانوا بلغوا نصف نهائي المونديال الأخير في قطر أو نهائي، خاضوا نهائي أيضا بطولة إفريقيا مع مدرب جديد محمد وهبي، ربما بعض التغييرات تعديلات، ولكن المنتخب صلب طموح ولا يخشى البرازيل على ما يبدو. هو الفريق المغربي كان في وضعية ولا في وضعية أخرى من كأس العالم الفارطة معناها، ولا دخل في الفرق الكبرى معناها، ولا يقراوا له ألف حساب الفريق المغربي وما عادش مسموح له بالأخطاء. معناها شفنا معناها مجموعة متكونة من شبان كلها تلعب في أكبر الفرق في أوروبا وفي العالم، معناها فريق يخشى منه الفرق الكبرى كلها. شفنا المستوى نتاعو اللي قدمه في كأس العالم الفارطة، حتى حد ما كان يستنى فيه بشغلة النصف النهائي، والنصف النهائي كان نجم يتعدى أمام الفريق الفرنسي، زاد كان نجم يتعدى لولا باش نرجعوا نحكيوا على كأس العالم الفارطة. بالنسبة للفريق المغربي معناها من أحسن الفرق، من أقوى الفرق، وممكن النسخة هذه تسمح له باش ينجم يكون في الادوار الاولى كما الكاس العالم الفارطه، بالاسامي اللي عنده، باللاعبين اللي عنده، بالتحذيرات اللي حذرها، معناها على مده 4 مواسم. التغيير الوحيد هو ممكن في المدرب، والمدرب معناها ورا اللي عنده احترافيه كبيره ومتمكن بالكدا من المكان نتاعو اللي يقعد فيه. مش بالسهل باش معناها فريق يكون معناها في مستوى مع مدرب سابق وخلط المستوى في الكأس العالم كما كاكم بعد يستغنوا عليه، ويجي فريق معناها ياخذ فريق بعد مدرب اللي كان شادد قبل. معناها سي فريق انا معناها شخصيا نتصور الفريق المغربي باش يورينا لعب كبير برشا، وباش يثبت اسمه عن جدارة في الكأس العالمية هذه. الجمهور المغربي ينتظر بشغف مباراة منتخبه الأولى في مواجهة البرازيل. لنستمع إلى المغاربة. ديال البرازيل ما غيكون سهل، وكنتسناو. انا بغيت نقول لهم واحد الحاجه، زعما كاينه ماشي نقولوا البرازيل ولا حتى الماتش ديال هولا اسكتلندا وهايتي راه ما ساهلينش هذوك، خاصنا نلعبوا مع البرازيل ونفكروا في الماتشات الجايين. واخويا شنقول لك، راه كلشي كيموت على هذا المنتخب، بغيناهم يفرحونا كي دار والد الكراكي وصافي. الفرق كلها ولات كتضرب ب100 حسبه حسبه للمغرب، الدليل على هذا هو رابع في العالم. ودي حنا مغاربه وكنبغيو المغاربه يربحوا ان شاء الله ويحمروا لنا وجهنا ويجيبوا لنا الكاس معاهم، هادشي كنتمناو، وليداتنا، والحمد لله الله يسهل عليهم. وحنا معاهم وقادر كامل المغرب كامل معاهم. بالنسبه للمجموعات راه غنربحوا البرازيل ونربحوا هايتي ونربحوا اسكتلندا ونطلعوا، وحنا دزنا وديما مغرب.